6 أسئلة اوعى تسألهم لشريك حياتك، لأنك كده هتقلل من قيمتك. أنا في الفيديو اللي فات شرحت 3 منهم، وفي الفيديو ده هقول لكم على ال3 الباقيين. بس ما تنساش تتأكد انك عامل لي فولو، ويلا بينا. لما بتسأل أي حد سؤال زي ده فأنت كده بتحول نفسك لشخص غريب، انت كده فعلا بتزعجه. طب ليه؟ لأنه مش هيبقى عارف يرد على سؤالك ده يقول ايه بالظبط. واغلب الناس لما هتقول لهم هو انا ازعجتك هيقولك لا، لكن حتى جوابهم ده هيقلل منك شويه. تفتكر ليه؟ لان انت هنا اللي حطيت نفسك في الموقف ده، واديت للي قدامك فرصه انه يتعامل معاك بعطف. فبلاش تسال سؤال زي ده، اتكلم على طول وادخل في الموضوع. انا عارف ان بعض الناس لما بتسال سؤال زي ده بيكون من باب الادب، ولكن نصيحه ما تكترش منه. 5 سؤال اوعى تساله للي قدامك: هو ممكن تديني فرصه؟ لازم تعرف ان الفرص ما بتطلبش، الفرص بتستغل. فاوعى تقول للشخص اللي قدامك ابدا ارجوك اديني فرصه، الا في حاله واحده بس، انك تكون عملت غلط كبير جدا في حق الشخص ده. واخر سؤال لو سالتوه تاكدوا انه هيقلل من قيمتكم. لما تسال الشخص اللي معاك سؤال زي ايه رايك فيا، اللي لازم تعرفه هنا ان انت مش منتج عشان تسأل رأي حد فيك، انت مش منتج للبيع عشان تسأله عن عيوبك او مميزاتك وبعدين تسأله هو انا كويس ولا لا. ما تحطش نفسك ابدا في الوضع ده وتخلي الناس يقيموك او يحكموا عليك. لازم انت اللي تفرض الشخصية اللي انت عايزها، لازم انت اللي تختار الصورة اللي انت عايز تظهر بيها قدامهم، وتجبرهم ان هم يتعاملوا مع الصورة دي والشخصية دي. طب ليه؟ لانها شخصيتك. لان اغلب الناس هيحكموا عليك بشكل سلبي، الا الناس اللي هتلاقيهم بيحبوك جدا وبيحترموك، او الناس اللي عندهم عقلية ايجابية. اما اغلب الناس ممكن يدولك رأي سلبي، وده طبيعي هيأثر عليك وعلى تصرفاتك وعلى شكلك وكل حاجة. هتلاقي نفسك كرهت نفسك بسبب انك طلبت رأي الناس اللي حواليك فيك، وهتلاقي نفسك قللت من قيمتك. فما تعملش كده. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، وحياة سوية مع اسلام انور، والسلام عليكم.